الكلمتين دول لكل اللي بيتمنى حاجة ونفسه ربنا يحققها له. الدكتور عمر عبد الكافي بيحكي وبيقول إن الإمام إبراهيم بن أدهم اشتاق إنه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي في المسجد النبوي الشريف، وبعد لما صلى صلاة العشاء طلب منه عمال النظافة إنه يخرج من المسجد علشان ينظفوه، فاستسمحهم إن هو يفضل في المسجد لأنه ما عندوش مكان يبات فيه لحد صلاة الفجر ويمشي على طول، لكنهم ما قبلوش، ومن هنا لهنا جرجروه من رجليه وطردوه بره المسجد. فشافوا راجل خباز على قد حاله، فصعب عليه حال الإمام إبراهيم بن أدهم وهو ما يعرفوش، فقال له تعالى بات عندي وتوكل على الله يمشي بعد صلاة الفجر. وفعلا وصلوا لبيت الخباز، بس الإمام إبراهيم بن أدهم لاحظ إنه كل لما يخبز رغيف ويحطه في الفرن يقول استغفر الله، يجي يطلعه من الفرن يقول استغفر الله. فضل على الحال ده أكتر من ساعتين. فالإمام إبراهيم بن أدهم قال في باله هو الراجل ده ما يعرفش من الأذكار ولا من الدين غير الاستغفار بس، أنا هعلمه، بس قبل ما هعلمه أصول الدين هسأله الأول عن فضل وأثر الاستغفار عليه. وفعلا سأله وقال له ما أثر الاستغفار عليك يا رجل؟ بتحس بإيه أو ربنا لبلك في حياتك إيه بفضل الاستغفار علشان كده متمسك بيه؟ رد الراجل وقال له ما تمنيت شيئا ولا دعوت الله دعوة إلا واستجاب لي إلا شيئا واحدا. فاستغرب الإمام ابن أدهم وقال له فما هو هذا الشيء؟ فقال الرجل أن أرى الإمام إبراهيم بن أدهم، أشوفه بس بعينيا. فرد عليه ابن أدهم وقال له يا أخي لكي يستجيب الله دعوتك جئت إليك جرا، جاي لك متجرجر لحد عندك، ربنا سبحانه وتعالى هيحقق لك اللي نفسك فيه وأمنيتك هتجيلك متجرجرة وعلى أكمل وجه. وأول ما تحس إن أنت يأسان اعرف إن الشيطان بيخوفك وبيبعدك عن طريق الدعاء علشان دعوتك قربت تستجاب. ادعي وزن ولح في دعواتك، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيحب العبد اللحوح اللي لما بيتمنى حاجة بيبقى عامل زي الطفل يتشعبط فيها. استغفر ربنا تفرح، استغفر ربنا تكرم بإذن الله. ما تيأسش ولا تحزن، واستغفر، وبالاستغفار ربنا هيجلب لك كل اللي بتتمناه.